السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم جميع اموات المسلمين وارحم ابويا يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين معايا الجو كان تحفة جدا. الجو مغيم قوي، شايفين الشبورة عاملة ازاي على البيوت؟ انا بقى بعشق الجو ده، بحبه جدا، بحب اخرج فيه وبحب كمان اطلع على السطح فيه. هتقولوا لي انت مجنونه. مجنونه يا جماعه، انا بحب الشتاء ما بحبش الصيف. بصوا اليوم ده بقى ما كانش عندي شغل، وقلت بقى ايه؟ عملت قولوا لي اعملي روتين على السطوح وفيديو بقى طويل. اعملي فيديو طويل، اعملي فيديو طويل. قلت خلاص يا جماعه انا هعمل لكم الفيديو. فاليوم ده قلت خلاص انا هقضي اليوم فوق، بس ما اقولكوش على اللي حصل. ما اقولكوش على اللي حصل فيا اليوم ده. حصلت حوادث وكوارث ما اقولكوش. هتشوفوا بعينكم في الفيديو ده. برضو هقولكوا كام سر من اسرار عجينة البيتزا، فتابعي الفيديو للاخر علشان تعرفي الاسرار. هنا بقى كنت بجهز الشواية بتاعتي. زي ما انتوا عارفين الشواية انا عرفتكم عليها قبل كده، العشق بتاعي يا جماعة والله. بجهز بقى الفحم كده وبحط الفحم. انا عايزه اقول لكم الفيديو ده ما عملتلوش اي مونتاج خالص، نزلت لكم الفيديو زي ما صورته. طبعا هنا اللي كانت بتصور الاستاذه لوجينا، وما اقولكوش بقى على صباعها اللي طالع في الكاميرا ده. بعد ما جهزت الفحم فوق بقى على الشوايه، نزلت تحت علشان اولع كام فحميه كده يولعوا لي الدنيا ايه الفحم اللي فوق. وهنا الحله دي كنت هسلق بقى فيها لحمه، وكنت غاسله بطاطا، بس قلت خلاص بقى مش هعملها على الشوايه فوق زي كل مره. كان في بقى شويه طلبات كده كنت جايباهم فما حطيتهمش في مكانهم، فوقفت بقى والفحم بيولع كده. جهزت الدنيا وظبطت الدنيا، وكان عندي احمد ابني تعبان شويه، فكنت جايباله علاج برضو من الصيدليه وكشفاله عند الدكتور. فاليوم كان حلو قوي يعني ما اقولكوش. هنا بقى كنت بظبط بقى المواعين. خلاص انا علشان اطلع فوق لازم اكون مظبطه الشقه كلها تحت. مفيش مواعين عندي في الحوض، مفيش اي بهدله في الشقه، السراير متوضبه، كل حاجه نظيفه يعني. وبجهز بقى كل حاجه هاخدها معايا كده على السطح فوق على صينيه كبيره، علشان ما افضلش نازله طالعه طالعه نازله اللي هو ايه. بجيب حاجات وباخد حاجات وحاجات ناقصاني والكلام ده. اول كارثه صابون الدلع. عايزه اقول لكم على حاجه بقى. فيديو البيتزا اللي انا نزلته، طبعا دي العجينة اللي انا كنت شغالة بيها ايام شغلي الاونلاين. بس في وقت الشغل انا جربت كذا عجينة تانية اقتصادية بصراحة عن اللي انا كنت بشتغل بيها. كانت يعني مش عايزة اقولكوا خراب بيوت بصراحة. فلو تفتكروا يعني ان انتوا خلاص خدتوا كل اسرار البيتزا والكلام ده، وانا لو نزلت في بيتزا تاني مش هتشوفوها وخلاص، ما انتوا خدتوا الطريقة الحلوة العجينة الناجحة والكلام ده كله. لا، تبقوا غلطانين يا جماعة. في بقى عجينة تانية عايزة اقولكوا ليها تكنيك مختلف تماما عن اللي اشتغلت بيه، وبتطلع تحفة 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 جدا ما اقولكوش يعني. فان شاء الله هعملها معاكم قريب. وهي مقادير العجينة ما فيهاش اي افتكاسات خالص. هي دقيق وزبادي وخل ومية، طبعا خميرة، بس اكتر من كده ما بيتحطش فيها. علشان الناس اللي زعلت من العجينة اللي فاتت وقالت دي مكلفة جدا مش اقتصادية، دي فيها، ده احنا بنعجن بلبن، ده فيها بيض، ده فيها لبن رايب، ده فيها حاجات كتير قوي. يا جماعة انا قلتلكوا ان هي مغذية، مش عجينة وخلاص اللي هو دقيق ومية، لا. قلتلكوا ان انا اولادي في حاجات كتير مش بياكلوها، فانا بحطها لهم في البيتزا، في العجينة، في المعجنات عموما. بس فانتوا لو اولادكم في حاجات مش بياكلوها مش بيشربوها، زي مثلا في اطفال ما بتاكلش الخضار، فدخلوا لهم الخضار ده في اكلات تانية. داروها، فاهمين ازاي؟ فاهمين قصدي؟ بس هنا بقى كنت بخلص بقى الحوض عندي وبشطبه علشان لما اطلع فوق كده اطلع وانا ضميري مرتاح. وكويس برضو ان انا كنت عامله الحاجات دي كلها، لاني مش عايزه اقول لكم اللي حصل لي ايه. اه والله العظيم.
اليوم ده بقى ابني تعب خالص وراح للدكتور. عايزة اقول لكم برضو خلي بالكم من اطفالكم الفترة دي، علشان بعد الشر عنهم يا رب. في كده كم مرض يعني منتشر بين الاطفال الفترة دي، ربنا يعافيهم يا رب ويبارك لنا فيهم ويبعد عنهم اي حاجة وحشة. في فيروس رئوي منتشر شوية الأيام دي، وفي كمان مرض اللي هو الجدري لو تعرفوه، اللي هو بيبقى الجسم كله حبوب، ده برضو منتشر جدا. يعني يا ربنا يعافي أولادنا يا رب ويبارك لنا فيهم. كل سنة كده لازم يطلع لنا حاجة، نخلص من الكورونا يطلع لنا متحول جديد، نخلص من حاجة يطلع لنا حاجة. احنا نستحمل، أولادنا لأ. يعني أنا عايزة أقول لكم من يوم يعني من قبل الفيديو ده بيومين ابني عنده سخونية عالية، اللي هو ملتهب عليه، والدكتور بيقولي نعملها له. طب اعملها له ازاي في اسبوع امتحانات؟ فربنا يا رب يشيل عنه ويشيل عن الاطفال كلها يا رب ويحميهم ويبارك فيهم. بس خلوا بالكم بقى من التجمعات، وربنا يعدي الثلاث ايام الامتحانات بتاع الاطفال دي على خير يا رب ويبارك لنا فيهم. هنا بقى عايزة اقول لكم زي ما قلت لكم يعني في اول الفيديو، انتوا طلبتوا فيديو طويل فاستحملوا بقى. انا ما بحبش الفيديوهات الطويلة بصراحة، علشان المونتاج الصوتي بس، مش عشان حاجة تاني. ما بعرفش اقول ايه، ما بعرفش اتكلم كتير اصلا. بعد ما سبت بقى الشوربة المية تغلي علشان احط فيها اللحمة، وولعت الفحم، قلت بقى انا ايه هظبط الحاجات دي. دي حاجات من السوبر ماركت، والمصحف والمتابعة بتاع لوجينا كانوا في المحل عند جوزي فجابهم. هشيل بقى كل حاجة مكانها، لان اليوم اللي قبله انا كنت سهرانة مع احمد وهو تعبان، فما يعني ما شلتش اي حاجة من مكانها خالص. بقول لكم ده نوع الرز اللي انا بستخدمه، لقيت كيس مفتوح وبهدل الدنيا. ده نوع الرز اللي انا بستخدمه حبة وحبة بصراحة. رزة نظيفة جدا وجميلة جدا، اللي هو مش بتحتاج بقى ان انتي تنضفيها ولا تغسليها ولا الحاجات دي كلها. بس وكنت جايبة زبادي ولبن وشوية تسالي كده للأولاد، والجل ده اللي هو لزق الكمادات الجل. بس كنت جايبة منها كذا واحدة. يعني عايزة اقول لكم ابسط حاجة، الكمادات الجل دي زمان كنت بجيب العلبة كده ب10 جنيه العلبة، دلوقتي بقت الواحدة ب10 جنيه. اه والله العظيم الواحدة ب10 جنيه. يلا ربنا يعافينا يا رب، والحمد لله على كل حال. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو بقى، ما اعملي لايك واشتركي معايا في القناة لو لسه مش مشتركة، علشان نكبر عيلتنا كده مع بعض. واللايك الدعم بتاعي يا حبايبي يا حلوين. واكتر ناس حاضرة معايا في الفيديو، اول حاجة انا قلت اعمل لكم هدية صغننة كده، بس لما ولادي بقى ياخدوا الاجازة ان شاء الله. هنا بقى كنت جايبة يوسفي، انا من عشاق اليوسفي جدا، البلدي ده الصغنن مش الكبير بقى المنفوخ ده، ما بحبوش خالص. بحب اليوسفي البلدي الصغنن ده، وخصوصا الاحمر بقى. انا لقيت هنا في الكيس ده كام واحدة حمرا كده، مش عايزة اقول لكم، كلتهم على طول ما استنيتش. بس وبقولولي بقى عايزين نعمل وصفات ايه تاني مع بعض. في كام فيديو برضو مصوراه لسه هنزله ان شاء الله يعجبكم. وقولولي بقى كم عايزين وصفة مدارس، وصفات بيتزا، ميني بيتزا. حد كان طالب مني تورتاية، حاضر والله هعملها من عيني الاتنين. بس وهنا بقى كنت جايبة موز برضو بظبطه كده في الاطباق بتاعتي. ولوجي بقى كانت واقفة تساعدني هنا، لان انا بصوا ما كنتش شايفة قدامي. اه والله. عايزه اقولك بقى لو انتي اول مره تشوفيني، انا دودي. دي قناتي. عايزه اقول لكم قناتي من القنوات المكافحه على اليوتيوب بقالها 5 سنين يا اخواتي. اه والله 5 سنين. والحمد لله بما اننا ماشيين جوه الحيط، ما تشافناش ولا هنتشاف. لا لا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، انا اللي اهملت بصراحه فيها، فان شاء الله اهتم شويه
ربنا يكرمنا يعني المرة دي. هنا بقى عايزة اقول لكم ده درج الحاجة الحلوة. درج والله درج الحاجة الحلوة، وانا بعمل لكم مونتاج دلوقتي هم قاعدين يتخانقوا على المصاصات، يعني اخلصوا كل المصاصات اللي كان في الدرج ده مش عايزة اقول لكم يعني قاعدين يتخانقوا. ده مش درج، دي علبة تخزين كبيرة، انا كنت بخزن فيها الدقيق ايام الشغل، فبعد كده بقى قلت ايه هستغلها بما ان انا بجيب حاجات حلوة كتير يعني في البيت، فخلاص بقى انا هحط فيها الحاجة الحلوة. طبعا في الاول كنت مخبياها علشان الاطفال بقى بياخدوا كتير باستهبال كده ومش بياكلوا، فقلت ايه انا هخبيها، بس بعد كده خلاص تخبي ايه بقى، تخبي ايه، يلا المهم الصحة. هنا بقى كنت خلاص ظبطت الرخامة عندي، دخلت كل حاجة في مكانها، حطيت الفاكهة على السفرة وظبطت الدنيا، فقلت خلاص بقى انا ايه همسحها كده واعقمها، علشان لو حطيت عليها اكل، لو حطيت عليها عيش، حطيت عليها اي حاجة تبقى نظيفة ومتعقمة. عايزة اقول لكم برضو من الحاجات اللي بتسهل عليكي وقفتك في المطبخ ان الرخامة بتاعتك تبقى فاضية، ما تسألينيش ليه. انا واحده من الناس لما رخامتي تبقى فاضيه ونظيفه بيبقى نفسي مفتوحه للمطبخ. عايزه اقولك وانا قاعده دلوقتي بعمل مونتاج للفيديو الرخام عليها حاجات كتير، حاجات حلوه برضو، عيش وطلبات من المحل، فماليش نفس خلاص ان انا ادخل المطبخ بسببها. مش كسل والله، بس اللي هو الجو برد يا جماعه، الجو برد، الانتخه حلوه برضو، انا من انصار الانتخه بصراحه، وخصوصا في الشتاء. لو ما قعدتش على السطوح فوق خلاص ابقى تحت البطانية ومش عايزة اتحرك تاني. والايام دي بصراحة الاولاد مش مشجعيني خالص لان هم تعبانين، اللي اللوز عنده ملتهبة واللي داخله دور برد، وبصوا مش عايزة اقول لكم قاعدين في مستشفى في الشقة. يلا الحمد لله، ربنا يا رب يعافيهم ويشيل عنهم. بصوا كده بوريكم شكل الرخامة عندي عاملة ازاي. طبعا الناس اللي احتفلت بالكريسماس يا جماعة يا جماعة، بصوا مش عايزين اللي هو ندخل في حوارات كتير، بس الاحتفال ده مش من شريعتنا، مش من ديننا. احنا عندنا عيدين بس، العيد الصغير والعيد الكبير، وكل سنة وانتم طيبين. لكن شفت بقى العجب امبارح، بصراحة شفت العجب، ما فيش صورة على الفيس ولا على انستجرام ولا على اي حاجة، ما فيش يعني متصورين بقى مع سانتا كلوز وبلالين حمراء وبلالين سودا وحاجات. ليه يا جماعة ليه؟ ليه ده عندنا اخواتنا في فلسطين يعني، مش عايزة اقول لكم. هنا بقى كنت بسلق اللحمة، والفحم بقى بسيبه لما يولع خالص خالص خالص، اللي هو تبقى زي الجمر كده. بحب بقى احط مع اللحمة في الشوربة كده ورق لوري، بحط جزر، بحط طماطم، بحط بصل، بحط توم، بحط بشر جوز الطيب، حاجة بسيطة خالص. لو عندي حبهان بحط، انا كان عندي حبهان بس انا نسيت احط في الفيديو ده، بس بتطلع لي احلى شوربة. وهتشوفوا بقى انا من الشوربة دي عملت حاجات كتير قوي، لان طبعا زي ما قلت لكم عندي الاولاد تعبانين، فانا ايه حبيت ان انا اعمل لهم كده اكلة شتوية وفي نفس الوقت مغذية وقيمتها الغذائية عالية يعني. هنا بقى كنت بقطع البصل، ويعني انا عايزة اكلمكم في حاجة برضو، انتوا ليه بتبخلوا عليا في اللايك؟ ليه؟ يعني ليه مثلا 200 حد شاف الفيديو و3 4 اللي عاملين لايك؟ ما عجبكوش الفيديو؟ طيب قولولي، قولولي لو ما عجب. طب انتوا لما بتشوفوني في الشارع بتقعدوا تقولولي الفيديو جميل، مش عارفة عملتي ايه، ده انتي جبتي ايه، ده انتي رحتي فين، ده مش عارفة السطح عندك نظيف، يعني انتوا الفيديو عجبكم ليه بقى 3 4 اللي عاملين لايك ليه؟ انا مش عارفة بغيب فين بصراحة. زي ما قلت لكم ان انتوا طلبتوا فيديو طويل، فانا قلت خلاص انا مش هشيل حاجة من الفيديو. ولا هسرع بقى زي الفيديوهات التانية ولا اي حاجة، انا هخلي الفيديو كده زي ما هو. فاستحملوني يعني، انا بصراحة مش هعملها تاني لان مش عارفة،
حاسة ان انا متوترة وانا بمنتج، مش عارفة ليه. هنا بقى بقطع الطماطم، وما حطيتش توم بصراحة، حطيت جزر. الجزر برضو بيخلي طعم الشوربة مسكر خالص وجميل. عايزة اقولكم ان انا المية كانت بتغلي لما طبعا حطيت فيها اللحمة كنت مطلعاها من الديب فريزر، فيعتبر متلجة، فاللي هو ايه هدت حرارة المية شوية. انا مش من الناس اللي بتجيب اللحمة فريش ولا الفراخ فريش ولا الكلام ده. اليوم اللي بجيب فيه لحمة او فراخ بنضفها يعني وبعقمها وكده وبحطها في الديب فريزر، مش بطبخها على طول. هنا بقى قطعت جزر. قولولي بقى روتينكو في الشتاء بتعملوا ايه؟ اكتبولي بقى في الكومنتات كده لو عندكم افكار برضو لتقضية اليوم في الشتاء، بما اننا داخلين على اجازات، اجازة نص سنة. كل سنة وانتم طيبين. فقولولي بتقضي اليوم ازاي بقى مع اولادكم، لان انا عندي اولادي ما شاء الله ما شاء الله، يعني مش عايزة اقول لكم نكديين نكد. نكديين اوي والله. هنا بقى طلعت على السطوح كده وكنت بحاول اولع الفحم، حصل لي كوارث والفحم كان مولع نار، مش عايزه اقول لكم على كميه الصهد اللي كانت طالعه على وشي في الوقت ده. طبعا اول ما هشغل الفحم لازم اعمل قهوه. هتشوفوا برضو القهوه عملت فيا اليوم ده، ما كانش في حاجه راضيه عني، مش عارفه ليه. اه والله بجد حسيت ان ما فيش حاجه راضيه عني ولا حاجه ماشيه زي ما انا عايزه. حاجات كتير كانت هتدلق عليا، كنت هتلسع كذا مرة. انا كنت مغيبة بنتي وكان في المدرسة في حفلة، فرنوا عليا بقى وهاتيها هاتيها هاتيها هاتيها، وانا المدرسة بعيد عني خالص، يعني بيني وبين المدرسة مثلا تلت ساعة في المواصلات. فاللي هو على بال ما روحت، مش عايزة اقول لكم انا وصلت كده على باب المدرسة قالوا لي الحفلة خلصت. والله العظيم الحفلة خلصت. والله كنت هعيط اقسم بالله. امشي بيها تاني، دخلتها لهم قلت لهم معاكوا اهي خلوها معاكوا. بصوا بقى انا مش عارفه رحت فين، غالبا رحت اجيب كنكه القهوه. انا متعوده بعمل القهوه تحت في الكنكه اللي هي بالكهرباء، بس هنا بقى قلت لا انا هعملها بقى على الكنكه الفخار على الفحم. طبعا طعمها يبقى احلى والطف واظرف وكل حاجه. اي حاجة طبيعية ربنا يعني بيحط فيها كده حلاوة غريبة الشكل. عايزة اقول لكم ان هنا الكنكة كانت هتتقلب مني من كتر السخونة، انا مش عارفة اتحكم فيها. بصوا هتلاقوها هوب اتقلبت واتدلق نصها. هي تقريبا كانت معوجة، انا ما خدتش بالي ان هي معوجة كده خالص، او انا هظبطها هتتقلب مش عارفة، بس هي اتقلبت مني. انا لازم انكش اهو شايفين، لازم انكش. ما تسيبيها يا امي، ما كانت واقفة. لا لازم انكش. قلت بقى انا ما كنتش عايزه احطها على الشبكه اصلا، وبرضو الشبكه ما كانتش مظبوطه. فضلت وراها لحد ما حطيتها على الفحم مباشره كده دايركت، وبرضو اتدلقت مني. ده القهوه خير يا جماعه. اه والله انا اول ما اتدلقت مني قلت في حاجه هتحصل. بس ده القهوه خير. اتحط عليا واتوترت والله في الوقت ده من ساعه ما جالي بقى المكالمات من المدرسه، مش عايزه اقول لكم على اللي حصل. قاعده بقى كده اولع باقي الفحم وهوي. شايفين برضو لازم انكش برضو. حطيت على الفحم، قلت هنا بقى علشان ايه كنت هعمل طاجن بامية، فقلت ايه علشان احط بقى الحلة اللي انا هعمل فيها البامية على الشبكة، وفي نفس الوقت انا عايزة اعمل القهوة على الفحم على طول. فاهمين ازاي؟ ما تزهقوش مني يا اخواتي في الفيديو ده، هي مش هتتكرر تاني. او كنت بقى مجهزة اعفن حلة عندي برضو، انتوا عارفين طبعا موضوع العفانة ده من الفيديو اللي فات. كنت جايبة الحلة ومقطعة فيها بصل وحاطة فيها السمنة،
وحطيتها كده على الفحم على اساس إيه بقى السمنة تسيح والبصل يتشوح. بوريكم الجو، مش عايزة اقولكم والله العظيم القعدة كانت تحفة. ويا ريتني ما سمعت كلامهم في المدرسة وجريت وديت البنت بصراحة يعني. ضيعت على نفسي وقت كتير كان ممكن اعمل فيه حاجة مفيدة، وغير كده اللي هو ايه برضو ما عجبهاش يعني، نكدت برضو. النكد بيجري في دمنا يا اخواتي والله. بس كان عندي الفحم بقى زي ما بقولكوا صهد كده، فالزبدة اللي هو ايه بدأت تسيح بسرعة. انا بوريكوا هون الزبدة بدأت تسيح وانا بقلب فيها، والقهوة كانت خلاص هتفور. بس الكنكة دي عادي من حلاوتها او ميزتها الوحيدة ان انت تسيبي القهوة عادي تفور فيها، وتحطي الفنجان تحتيها كده وينزل فيها. طبعا منزلش فيها ده بهدل الدنيا يا حبيبتي، اه والله اتدلقت مني. ودلق القهوة خير. محدش يضحك عليا بس في الفيديو ده عشان انا اتبهدلت والله العظيم. تقريبا كان في حد باصص لي في القعدة، وفي حد مش مسامحني في القعدة دي، اه والله. بصوا 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 بصوا، مش هتنزل فيها خالص. اه يما اه يما، انا عايزه اقول لكم ان انا القهوه دي عندي زي حد من عيالي كده. يعني انا دلقت القهوه كده في الارض، انا مش عايزه اقول لكم كنت خلاص هعيط. اه والله. بس احلى قهوة تشربوها بصراحة من الكنكة دي، وخصوصا لو على فحم بقى او على حاجة ايه نار هادية خالص، تهدي النار عليها بتاخدي احلى كوباية قهوة. شايفين القهوة اللي اتدلقت دي؟ كانت اشارة من ربنا ان انا يعني ما اسمعش كلامه في المدرسة واروح. دي كانت اشارة، بس انا ما خدتش بالي منها خالص، ولا يعني مش عارف. اه والله كانت اشارة من ربنا ان انا منزلش من البيت، بس نزلت. قلت يلا روحي علشان الواد كان تعبان وراح الحفلة، فقلت هروح بقى اشوفه علشان اللوز ملتهب عليه كده لا يكون تعب ولا حاجة. وفي الاخر لما سدوا نفسي وقالوا لي ده الحفلة خلصت، مرضتش حتى اسأل عليه، اه والله، ومشيت وسبته. يعني القهوة ده اهي 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 وش السعد والهنا والسعادة. مش عايزة اقول لكم يعني. بنت بتعشق الفرح والمرح وكل حاجة حلوة، اه والله. بتعشق الفرح كده، هي المفروض كنا نسميها فرح. امم امم ربنا يسامحني، استغفر الله. هنا بقى كان عندي طماطم يعني في الفريزر، وده برضو حاجة من الحاجات اللي شجعتني ان انا اعمل لهم عفواً، اعمل لهم طاجن بامية. حاجة من الحاجات اللي شجعتني ان انا كان عندي الطماطم مضروبة ومتصفية في الديب فريزر. لو ما عنديش بقى شوية الطماطم دول انا كنت عملت لهم ملوخية، اه والله، زي ما بقول لكم كده. بس هنا بقى سبت الطماطم عندي اللي هو ايه تسيح كده مع نفسها بعد البصلة بقى ما اتشوحت، والقهوة اتدلعت زي ما انتوا شايفين. لوز، هي اللوز معدية. ده بقى فنجان القهوة التمام جدا اللي ما تهنتش بيه، اه والله ما تهنتش بيه. لوجي كانت قاعدة تذاكر جنبي. كانت قاعدة بقى تذاكر جنبي وانا بشرب القهوة، قاعدة بص اتكسفت ازاي، انت بتصوريني يا ماما؟ طيب فكانت فرحانة بالقصة. يا جماعة قولوا لها ان القصة حلوة في الكومنتات عشان مش عاجباني الصراحة. كنت بقى قاعدة اشرب القهوة كده. كنت بذاكر ايه يا لوجي؟ انجليزي عادي. انجليزي عادي، انجليزي. القصة حلوة يا لوجي؟ جدا. مش عاجباني. لا هي عجباني. عاجباك انتي؟ اه. مش عارفة، مش عاجباني انا. قولوا لنا طيب في الكومنتات كده، احسموا ما بيننا القصة حلوة فيها ولا لا، وهسيب لكم صورة ليها يعني بالقصة. هنا بقى حطيت البامية. طبعا هتقولي لي انت قمعتي بامية والحاجات دي. تعالى يا احمد، انت كنت في الحفلة، عملت ايه في الحفلة؟ آه، كانت جميلة. لعبت وتصورنا وبابا نويل دخل علينا. طب احنا ينفع نحتفل بالكريسماس؟ لا، ليه؟ عشان كسر حرام. اي شطور، عشان الكريسماس حرام. هنا بقى كنت مش عارفة كنت رايحة فين، مش عارفة ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ اه لوجا اهي.
كانت أكلت دماغي اليوم ده، أكلت دماغي. كلام 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 كلام. هنا بقى قلت والله لا اصور لكم الغسيل. هنا كنت رحت ورجعت، رنوا عليا في المدرسة قالوا لي هاتيها 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 عشان الحفلة. فنزلت على طول والله بالخمار اللي انا لابساه، شايفين. قلت بقى في التوك توك انا مش هنزل من التوك توك، خلاص هروح. رحت كده وديتها وجيت، كنت مستعجلة بقى على اساس ان انا ايه، هنوصل قبل الحفلة وهتحضر معاهم والكلام ده كله. فلقيت ان لا، لا. فلما رجعت بقى كنت طالعة بالغسيل على السطوح كده قبل ما اوديها علشان انشره. فقلت خلاص انا هنشر فوق بقى عشان عندي كذا حاجة، انشر فوق وتحت. اول مرة انشر، لا اول مرة، تالت مرة بس انشر فوق، مش عارفة ليه. مع ان البلكونة لقيت البلكونة فوق اوسع بكتير من تحت، وشالت يعني غسلتين هدوم كتيرة. فعجبتني قوي. بس المشكلة الوحيدة اللي قابلتني ان السور كان عالي وانا قصيرة. والله العظيم انا قصيرة. بس فدي اللي كانت عاملة مشكلة معايا. بس ونشرت كده مرتين بالشكل اللي انتوا شفتوه، وفي نفس الوقت كنت بعمل كوباية نسكافيه. انا برضو من الناس اللي ما تعرفش تقعد في الشتاء من غير ما تكون بتشرب حاجة. وما اعرفش اشرب حاجة مفيدة. يعني هتقولي لي اشربي بقى ينسون كمون نعناع ليمون الحاجات الشتوية دي، لا ما بعرفش اشرب الحاجات الشتوية دي خالص. انا اشرب نسكافيه او قهوة، بس اكتر من كده مشربش. فتلاقوني طول الشتاء انا قاعده بشرب في قهوه ونسكافيه، قهوه ونسكافيه، قهوه ونسكافيه، مدمنه خلاص. ربنا يا رب يعني يعافيني منهم. لما تعبت بصراحه في فتره تعبي بطلت القهوه فتره كبيره جدا. اي نعم ما كنتش متظبطه فيها دماغيا خالص، اللي هو لا كنت على طول مش مركزه متوهه الحاجات دي كلها. بس اللي هو ايه، رجعت لها تاني. والله زي ما بقولك رجعت لها تاني. بس هنا بقى في الوقت ده بصراحة كنت حاسة بتوتر جامد. اللي هو بصوا، اللي عارفين اللي نزلت على ملا وشي. والله العظيم نزلت على ملا وشي كده، على اساس بقى ان انا هلحق والدنيا هتبقى حلوة. بس القهوة لما اتدلقت في الاول، عارفين اللي هو ايه، اشارة من ربنا، وانا ما خدتش بالي منها خالص بصراحة. هنا بقى رحت قلبت البامية وشفت النسكافيه المية بتاعته غلت ولا لأ. فلقيتها لسه، فرجعت تاني انشر. والله ما وراناش غير النشير والغسيل الحمد لله. لا الغسالة بتشبع ولا البلكونات بتفضى. تأخرت جامد، مش عارفة رحت فين. هنا بقى كنت قاعدة لوحدي خالص على السطح. خلاص لوجي راحت المدرسة واحمد في المدرسة، فكنت لوحدي. قلت بقى عارفين انتوا الهدوء القاتل، انا في اللحظة دي كنت في هدوء قاتل. والله قولي انت لا عاجبك لا كده ولا عاجبك كده، يعني الوسط حلو. الوسط حلو والله. الحمد لله رجعت بالسلامة. بصوا بقى، عايزة اكلمكم في حاجة كمان. الفيديو ده فيديو الفضفضة. والله زي ما تقولوا كده فيديو الفضفضة. عايزة اقول لكل الناس اللي بتحبطني من قناة على اليوتيوب، وان انتي مش هتاخدي حاجة، وان انتي مش عارفة ايه، وان انا مش مستنية حاجة. والله الحمد لله يعني. تاني حاجة ان انا مش هيأس. ما تفكريش ان انتي بكلامك ده خلاص هتحبطيني، وان انا بقى عارفين هقعد اعيط جنب الحيط والكلام ده. انا مش بتاعت كده خالص. بالعكس انا عنادية جدا. بفضل ورا الحاجة اللي انا عايزاها جدا جدا لحد ما يتخلص عليا اخلص عليها. والله زي ما بقول لكم. برضو ساعة شغل الاكل الاونلاين بتاعي، المشروع كان ناجح الحمد لله جدا 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 جدا. لدرجة انا ما تخيلتهاش بصراحة ان انا اتعرف في فترة صغيرة، في فترة صغيرة جدا الناس عرفتني.
بيتزا دودو وكريب دودو سمع في البلد عندي بطريقة، يعني الحمد لله والشكر لله. كنت بقابل ناس كتير تقولي على ايه الشغل، هتاخدي ايه من الشغل، مش عارفة انت بتكسبي كام، انت مالك يا حبيبتي، انا بكسب كام بجد والله، انت مالك، هتقسميني يعني، هتعملي ضرايب. يا جماعة لما تشوفوا حد يعني انتوا مش عارفين هو عايش حياته ازاي، قولوا يعني ربنا يبارك ما شاء الله، ربنا يعينك، ربنا يعينك على شيلتك، محدش عارف كل واحد عايش ازاي. فانا بقابل ناس من النوعية دي كتير، بالله عليكم ما تحبطوش حد، سيبوا الناس ماشية في طريقها كده، زي ما ربنا كاتب لها هتشوف. يعني احنا بنسعى وربنا بقى ايه اللي عليه الباقي. بس والحمد لله على كل حال، يعني كلامهم الكتير ورغيهم الكتير عليا وقت شغلي دخلني العناية، ما وصلنيش غير للموت. والحمد لله على كل حال برضو، ان انا قمت لولادي بعد كده يعني. اي نعم وقفت شغل، بس انا ما زعلتش بصراحة ولا اي حاجة، يعني قلت خلاص طريقي وربنا مش كاتب لي ان انا اكمل فيه، فالحمد لله على كل حال. وهو كان طريق متعب، ما كانش طريق سهل بصراحة. واللي بيثبت نفسه في حاجة زي دي يا جماعة يعني مش عايزة اقول لكم، بيبقى شابولي بجد يعني. فالحمد لله على كل حال، وما تبصوش لحياة بعض، دايما قولوا الحمد لله، واللي ربنا كاتب له حاجة هيشوفها، لا بشطارتنا ولا بذكائنا ولا بنسبنا ولا بحسبنا، هو بتدابير ربنا، بتدابير ربنا. فدايما قولوا الحمد لله، ما تبصوش لحد على حياته، كل واحد فيه اللي مكفيه، وكل واحد شايل شيلة، يعني مش علشان ما بيشكيش ف ده مرتاح بقى، ده عايش في المالديف، لا، هو انا ربنا كاتبني انا كده ما بشكيش، فمش معنى كده ان انا عايشة في المالديف، انا عايشة على السطوح اهو زي ما انتوا شايفين، والله الحمد لله. طب والله بحب قعدة السطوح عن الشقة، شفت الشقة اللي متشطبة لوكس، انا بحب قعدة السطوح عنها، ما اعرفش، ما بتفكرني ببابا مش عارفة. عندي بابايا كان يحب يقعد على سطح بيتنا جدا، فانا مرتبطة بالسطوح ده قوي. الله يرحمه يعني. هنا بقى عايزة اوريكم ايه، كنت قاعدة بقى مستنية بقى البامية تستوي وعشان اعمل النسكافيه بقى، بس الفحم كان خلاص بيطفى، فالموضوع اخد وقت شوية. لما نزلت بقى وديت بنتي، المفاتيح وقعت مني عند مامتي، ورجعت تاني وبتاع، بس لما رجعت تاني ادتني طبق محشي، والله. ادتني طبق محشي جاهز كده، بس انا هسويه، فانا سويته معاكم هنا على الفحم برضو، تحس ان امنا الغولة جت. هنا بقى كنت بشوف المحشي، وكنت بظبط الفحم، علشان حسيت ان هو بدأ يهدى قوي، بس وشفت بقى البامية ورحت بقى ايه قعدت. اقول لكم ان احلى شوية بامية تاكلوهم، يعني محشي بامية، اي اكل هتعمليه على الفحم على الكانون اللي هو الصعيدي ده، شوية خشب كده وتقيدي فيهم، ده بيبقى احلى اكل بتاكليه. اي حاجة طبيعية كده، بصوا ربنا بيحط فيها حلاوة لا توصف، والله العظيم. كوباية الشاي اللي بتتعمل على الفحم غير اللي بتتعمل على الغاز نهائي، نهائي، يعني عن تجربة جربوها وقولولي. انا من انصار القعدة دي بصراحة بحبها قوي. طبعا في الصيف ببقى محرومة كتير من السطح، لان بيبقى كله شمس بقى والجو حر قوي، بنبقى قاعدين في التكييفات، فببقى متضايقة جدا، بيبقى عندي اكتئاب صيفي مش شتوي. الناس كلها عندها اكتئاب بيجيلها في الشتا، انا بيجيلي في الصيف. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. هتقولي لي ما احنا في الشتا محبوسين في البيت، لا عارفين نخرج ولا نسافر ولا نتنيل، واحنا عارفين نسافر في الصيف. لما نسافر في الشتا الاسعار ما شاء الله، يعني مش عايزه اقول لكم.
بس هنا بقى بدأت المَيّة كده تطلّع بخار، فعرفت إن هي قرّبت بقى تغلي كده واشرب كوباية النسكافيه. أنا عايزة أقول لكم إن أنا سايبة الكنكة على الفحم من وقت ما نزلت وديت بنتي ورجعت وقعدت عند والدتي شوية ورجعت الشقة والمية ما كانتش لسه غلت. اه والله العظيم مش عارفة ليه ما شلتش الكنكة من على الفحم. انا قلت هرجع الاقي الفحم المية متبخرة والكنكة دي متفحمة. لا ما لقيتش اي حاجة. لقيت المية زي ما سبتها زي ما رجعت لقيتها. انا قاعدة اقول انا هنا رحت فين هنا رحت فين. اتاريني نزلت تحت علشان اجيب باقي الغسيل علشان انشر تاني غسلة. انا كنت عاملة ان انا ايه شغلت الغسالة مرتين، مرة هنشرها فوق ومرة هنشرها تحت. فبعد ما شفت هنا الحاجة رحت نازلة جايبة النشرة التانية، لقيت بقى البلكونة فوق ما شاء الله كبيرة وخدت غسيل كتير ولسه في مكان تاخد غسيل تاني. فقلت خلاص والله انا هنزل اجيب النشرة التانية وانشرها هنا. فانا عمالة اقول هو انا اختفيت رحت فين وسايبة كده الكاميرا على الحلة. قولولي بقى لو عندكم افكار كده تعملوها لاولادكم في الصيف. في صيفي انا سرحت، انا عايزه قهوه، عايزه اشرب قهوه دلوقتي اه والله. لو عندكم افكار تعملوها لاولادكم في اجازه نص السنه قولولي قولولي علشان اعملها مع اولادي، عشان مش عايزه اقول لكم هيعملوا فيا ايه في الاجازه دي. انا مش عارفه هي الاجازه قد ايه، اسبوع قصدي اسبوعين ولا شهر مش عارفه. انا كل ده ما كنتش طلعت من تحت. بعمل ايه تحت؟ اكيد نزلت عملت حاجه. ممكن اكون شفت كمان اللحمه. عملت كذا حاجه. انا رحت فين يا جدعان؟ حد يدور عليا. طلعوا ميكروفون كده واندهوا عليا على رأي جيجي. طلعوا ميكروفون يا جماعه واندهوا عليا والله. اين انت يا دودو؟ عايزه اقول لكم بقى لما تعملوا الحاجه وانتوا لوحدكم في البيت بتبقى راحه نفسيه لا توصف. انا جيت اهو، انا جيت مش بقول لكم شايله غسيل برضه. والله شايله غسيل. هاخد بقى الكاميرا نروح كده ناحية البلكونة اللي انا بعشقها، مع اني يعني مش باصة على كومباوند ولا بحر ولا مالديف ولا الكلام ده كله، بس الرضا لما بيكون جوانا كده رضا عن حياتنا، مبسوطين بحياتنا نقول الحمد لله. اهو الغسيل التاني بيقولك ازيكم عاملين ايه. الرضا يا جماعة من اكتر الحاجات اللي بتخليكي مبسوطة في حياتك. والله مش ان انت عندك وعندك وعندك، لا، لما تكوني راضية من جواكي بعيشتك بحياتك باللي انت فيه، صدقيني هتوصلي لمرحلة او لحظات كده من السعادة لا توصف. تبقي راضية فربنا ينزل عليكي بايه كل حاجة حواليك عجباكي، غير بقى الانسان اللي بيشكي يشكي يشكي دايما، ده عمره ما بيبقى مرتاح. اللي يقولك حصل وحصل وده انا وعايش ومش. خليكوا دايما راضيين بحياتكم وقولوا الحمد لله. انا لا شيخة ولا واعظة ولا طالعة اديكوا دروس في الدين ولا اي حاجة، بس حقيقي حقيقي من الاسباب اللي حسستني برضا نفسي وسلام نفسي ان انا كل حاجة حواليا او اي حاجة بسيطة في بيتي بحبها. فاهمين ازاي؟ فالرضا ده من اسباب السعادة الكونية، ان انت راضية بعيشتك راضية بحياتك. ناس كتير لما بتلاقيني بقول الحمد لله والله في نعمة وبتاع يقولك دي عايشة يعني عيشة ملوك. انا اصور لكم بقى عيشة الملوك والله يا جماعة، عيشة بسيطة خالص زيكم يعني مفيش اي جديد مفيش اي افتكاسة. بس الفرق ان انا بقول دايما الحمد لله، دايما بحسس اللي قدامي ان انا عارفين اللي هو ايه مش ناقصني حاجة. ده حقيقي والله مفيش حاجة ناقصاني.
فالحمد لله دائما وابدا، دايما كده احمدوا ربنا. وصلوا على النبي كتير، هتحسوا كده برضا داخلي ورضا نفسي وسلام نفسي. انا عايزه اقول لكم بس انا كنت راجعه متوتره، وقفت نشرت اهو، مش واقفه العب ولا اي حاجه، انا وقفت نشرت بس علشان الجو حلو، البلكونه حلوه. مش بص على اي حاجه، انا بص على سطح ناس قدامنا يعني. بيت مهجور قدامي. بس معرفش يعني اللي هو ايه، فضلت كده اخد نفس بالراحه، اصلي على النبي، اقول الحمد لله، فحسيت ان انا هديت منها بقى، ان ايه انا نشرت فعملت حاجة من اللي عليا تحت، فايه هديت اكتر. انما لو رحت قعدت في كافيه ولا خرجت ولا اشتريت حاجة غالية ولا الكلام ده كله، لا، عملت حاجات بسيطة جدا ساعدتني يعني. وزي ما قلتلكوا برضو ان الواحد محدش واقف جنبه، محدش واقف معاه، محدش واقف في ظهره، حتى على اليوتيوب هنا. قلتلكوا قبل كده في كذا فيديو ان انا طلبت من كذا حد انه يعملي اعلان، او قنوات كبيرة يعني يعملوا لي اعلانات عندهم او كده او الحاجات دي، فطلبوا مبالغ كبيرة. طب انا لو معايا المبالغ دي طب ما انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه. يعني هخلي الفلوس لنفسي، انا هدفعها ليه في اعلان مثلا؟ بصوا بقى، بحط قالب طوب. بحط قالب طوب عشان اطول الحبال. اه والله بقول لكم قصيره يا جماعه. بس هنا كده بعد ما نشرت بقى شربت حاجه، او شربت النسكافيه اللي هو ما تشربش ده، ونزلت بقى تحت. عايزه اقول لكم عملت لهم شويه شوربه خضار عالميه، اه والله انا مصوراها معاكم برضه هتشوفوها. شويه شوربه خضار تحفه، ان الشربات الشتوية جدا. هتشوفوا برضو طريقتها، ولو بتعملوها بنفس الطريقة بتاعتي اكتبولي في الكومنتات، لو بتعملوها بطريقة مختلفة اكتبولي برضو الحاجة المختلفة او التكاية اللي انتوا بتعملوها فيها، علشان ايه اجربها بنفس التكة بتاعتكم. وعايزة برضو اقول لكم انا نفسي اكل فسيخ، لو حد يعرف. اه والله نفسي اكل فسيخ، لو حد يعرف اجيب فسيخ منين في بني مزار يعني يكتب لي برضو في الكومنتات، او يبعت لي على الخاص. يا جماعه ابعتولي على الخاص، اجيب منين فسيخ حلو في بني مزار، لان انا كلمت ام مكة، فسيخ ام مكة في القاهرة، هي قالت لي لا والله ما فيش شحن للمحافظات دلوقتي، فبيقولوا فسيخها حلو جدا. فانا عايزه اكل فسيخ زيه كده، فمش عارفه اجيب منين هنا. الفسيخ النبراوي برضو حلو وجربته قبل كده، بس مين بيجيبه بقى بني مزار تاني؟ مش عارفه. اكتبولي بقى في الكومنتات، عشان انا عايزه اعمل لكم اكله فسيخ ورنجة قريب. قريب كده نعمل اكلة فسيخ ورنجة مع بعض تحفة. اعمل لكم بقى الرنجة بنفس طريقة لما كنت بعملها في المشروع بتاعي، واعمل لكم بقى سندوتشات الفسيخ، واقول لكم على تكاته واسراره وكل الحاجات الحلوة اللي كنت بعملها فيه. معلش بقى جات لي مكالمة نسيتني انا كنت وصلت لحد فين معاكم. فتقريبا كنت بكلمكم على الفسيخ. اه ان انا نفسي اكل فسيخ وكده، بس حاجة تكون نظيفة بقى عشان انا بقلق شوية منه. هنا برضو بكمل النشير. عايزة اقول لكم ما شاء الله يعني الله اكبر تبارك الرحمن، البلكونة خدت كمية غسيل كتيرة، فريحتني بصراحة من ان انا انشر تحت وانشر فوق والم هنا والم هنا. لا، هو كله اتنشر مرة واحدة واتلم مرة واحدة. ده كده كان في اخر حاجات. انا عمالة بقى اراقب كده الشارع والبلكونات واشوف في حد ولا لا. بس هو كان وقت اشغال يعني مفيش حد طالع السطوح غير الناس الفاضية اللي زيي. كله في المدارس، كله في شغله. فالحمد لله برضو المنطقة عندي من المناطق الهادية جدا، اللي فين وفين لما تلاقي حد طالع البلكونة ولا شباك ولا حاجة. انا بحب كده برضو.
بس كده بشطب بقى النشير وخلاص، هوريكم الشكل النهائي وهوريكم الجو، وننزل بقى نعمل مع بعض شوية شوربة خضار كده خرافة. مش عايزة اقول لكم تحفة بجد والله، كانت تحفة. بس هنا بقى تعالوا بقى نعمل شوية شوربة الخضار. حطيت حبة زيت بسيطة خالص، ونزلت بالبصلة. كنت قاعدة اظبط الكاميرا زي ما قلت لكم الفيديو ده ما عملتش مونتاج فيه خالص فهو على الطبيعة كده، فيديو فضفضة وروتين طبيعي. ما تضحكوش عليا بقى يا اخواتي والنبي. بس حطيت هنا شوية زيت. يلا حبيبتي نزل. ايه ده؟ ايه ده مش ده، انا لسه هعمل الرز. ده الرز بقى. نزلت الشعرية كده وهحمرها لحد ما تاخد لون، وبعدين هنزل الرز وشوية ايه الشوربة. طبعا كلنا شطار يعني في الاكل، انا مش جاية بعدل عليك ولا اي حاجة، احنا بنتعلم من بعض هنا. يبقى بعد الرز هعمل بقى شوربة الخضار. المشكلة كمان ان انا مش مسرعة الفيديو، فانا حاسة هقول ايه، مش عارفة اقول ايه بنسى كتير، مش عارفة ليه. بصوا شايفين بقى الشوربة عندي جميلة ازاي. انا زعلت في اللحظة دي ان انا نزلت من على السطح، مش عارفة ليه، بحب قعدته جدا. هوريكم بقى المحشي بعد ما استوى. محشي مامتي، والله محشي مامتي. دي البامية بعد ما استوت. شايفين يا ولاد؟ باميتي يا ولاد. هو اي نعم، نوع البامية المجمدة اللي انا جبتها كانت كبيرة شوية، بس كانت طعمة برضو. هوريكم بقى المحشي. انا عايزة اقول لكم طبق المحشي ده انا اتسليت عليه لحد ما خلصت الاكل. اه والله اتسليت عليه. مش عارفين انتوا لما يقولوا ايه، يجيبوا واحدة كده بتاكل 3 4 صوابع محشي وتقولك عشان الدايت؟ حضرتك انا باكل طبق مليان وانا وانا بشوفه استوى ولا لا. وده اللي حصل فعلا والله، انا بحب المحشي جدا. انا بقى قاعدة اقلب في الشعرية، كنت هنساها بقى لما تتحرق، مش عارفة كنت بعمل ايه وقتها. اه كنت قاعدة اجهز الخضار اللي هحطه في شوربة الخضار، فنسيت بقى الشعرية كانت هتتلسع مني، يعني كنت هضيع الرز كله الرز غالي والله. عايزه اقول لكم في الفيديو ده انا حاسه ان انا ايه قاعده اتكلم مع اخواتي صحابي. فاهمين انتوا ازاي ان انا بتكلم؟ مش بنقي الكلام ولا عارفين؟ فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ بتكلم بتلقائيه يعني شويه لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني. انا دودي ودي قناتي. متبخلوش بقى عليا باللايك يا جدعان. انا بقول لكم على بيج الفيسبوك كتير اعملوا لايكات. الناس اللي بتتفرج من غير لايك هتضيع على نفسك الهدية، ماليش دعوة. الناس اللي حاضرة معايا دول قلبي من جوه. ده طبق المحشي اللي انا جبته من عند والدتي، فسويته وقعدت اتسلى عليه. اه والله زي ما بقولكوا شايفين انا هوريها لكم وهاكلها على طول اه والله بوريها لكم وهاكلها بالهنا والشفا على قلبي. انا اعتبر الطبق ده اكلت نصه في الوقت ده. هنا بقى تقريبا الشعرية كانت خلاص هتتلسع مني لازم اسيبها لما تتلسع، مش عارفة ليه سبتها تاني برضو. رحتي فين يا أما؟ الشعرية هتتحرق يا بنتي. اه الرز
عايزه اقول لكم انا بحب ليه حبه وحبه ده. انا اوقات كتير لا بنقيه ولا بغسله لان هو اصلا من الكيس على الحل على طول. عايزه اقول لكم ان انضف رز ممكن تستخدموه في حياتكم، بجد والله. انا بستخدمه بقالي 9 سنين، مهما غلي بقى، مهما سعره اتغير، مهما شح من السوق، انا بدور عليه واجيبه. بس هنا بقى هزود الرز وهروح عاملة بقى معاكم شوربة الخضار اللي مش عايزة تيجي، مش عارفة ليه. لو عجبكم بقى النوع ده من الروتينات اكتبولي برضو، لان انا بصراحة ما اتحمستلوش خالص. فكرة ان كل حاجة تنزل بتفاصيلها بكل حاجة، لا مش لذيذة. متعبة ليا انا يعني. فلو عجبكم النوع ده من الروتينات اكتبولي برضو. بس هقلب كده الرز. انا بحب احط فلفل اسود على الرز بصراحة، بس ما حطيتش، ما كانش عندي. بس عايزة اقول لكم ان التوابل بدأت تفضى كده من عندي، فان شاء الله هنزل بقى كده واجيب شوية تشكيلة كده توابل. بحب التوابل قوي في البيت. بس هنا بقى جيت علشان اعمل شوربة الخضار. هحط حبة زيت بسيطة يا اخواتي، عشان هي المفروض شوربة لحد تعبان، فمش عايزة احط اي مواد دهنية خالص علشان ما تتعبش المعدة. هقطع بقى بصلاية اي شكل، ابشريها بقى، افرميها كويس، افرميها ناعم، افرميها خشن، عادي، كله شغال. هنزل بالبصلة وهفضل بقى اقلب فيها لحد ما تتشوح كده وتاخد لون. انا قطعتها مكعبات متوسطة، لا هي كبيرة ولا صغيرة. بس وهشوحها. وفي نفس الوقت بقى هقطع عندي بطاطس، عندي كوسة، عندك اي خضار حطيها. حطيت جزر وحطيت كوسة وحطيت بطاطس. انتي بقى عندك اي خضار تاني عايزة تحطيه حطيه. وحطيت رشة ملح على البصلة وشوية كزبرة. انا بحب احط رشة ملح ورشة فلفل اسود، بس ما كانش عندي فلفل اسود. عايزة اقول لكم سألتوني كتير برضو على عيون البوتاجاز اللي هي الكهرباء دي اللي في النص. انا البوتاجاز عندي 6 عيون، 4 غاز و2 كهرباء. قبل ما اعمل عداد الكهرباء بالكارت كانت بتنفعني جدا بصراحة. كان ممكن الأنبوبة عندي تفضى. قبل برضو الغاز كان الأنبوبة عندي تفضى فكنت بستخدمها. انتي حاطة فيشة البوتاجاز، هي بتشغليها كده، ليها زراير معينة بتشغليها فبتشتغل زي سخان. فاهميني الفكرة ازاي؟ وكانت بتسويلي اكل وبتسخن اكل وبتسخن عيش وكل حاجة، يعني شغالة على كل حاجة. بس هنا مستنية البصلة بقى اللي هو ايه تتشوح شوية، وفي نفس الوقت كنت بقشر البطاطس وهقطعها مكعبات صغيرة خالص عشان كل حاجة تاخد تسوية واحدة. هقطعها قدامك اهو. مش هوصيكوا تاني يا اخواتي، اعملوا لايكات 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 لايكات. بصوا بقطعها مكعبات صغيرة جدا علشان الكوسة عندي مش هتاخد وقت. الجزر برضو هقطعه ايه اصغر شوية بحيث ان هو ياخد نفس تسوية البطاطس، كل حاجة تستوي مع بعض. عايزة اقول لكم ان كان طعمها بالهنا والشفا، يعني ما شاء الله كانت تحفة جدا، ما كانش فيها اي افتكاسة. بس ممكن علشان شوربة اللحمة مع الخضار عملوا ميكس كده مع بعض فطلعت طعمها تحفة خالص. لو ليكوا بقى تكاية في شوربة الخضار قولولي عليها.
ناس تانية بقى بتحط الشوربة تغلي وبتنزل عليها الخضار من غير تشويح. بصراحة انا مش بفضل الطريقة دي خالص خالص. انا بحب ان انا اشوح الخضار، اشوح كل حاجة كده لوحدها ومع بعضها، وبعدين ايه احط انزل بالشوربة. الشوربة عندي تبقى مغلية كويس قوي، وانزل بقى بيها كده اطش بيها الخضار. طعمها كده بيبقى احلى بصراحة. عايزة اقول لكم ان انا وانا قاعدة منتج دلوقتي انا عايزة اشرب قهوة. اه والله. يلا بينا بقى نخلص شوربة الخضار دي، واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى ترفعوا لي الفيديو باللايكات، الدعم بتاعي يا اخواتي. ربنا يا رب يسعد قلوبكم كده، ويعدي الشتا دي على خير، ويبارك في اولادكم يا رب، وينصر اهل فلسطين، ويبارك لنا في القليل يا رب، ويرزقنا في الغلا ده زي ما رزقنا في الاسعار قليلة، يرزقنا والاسعار عالية. كل حاجة خير من ربنا. اذكروا بس ربنا كتير، واشكروه على النعم. ابسط النعم كده اشكروه عليها. قولوا الحمد لله دايما، وربنا ان شاء الله يقف معانا ويسعد قلوبنا ويعديها لنا على خير، ويخرجنا منها سالمين غانمين ان شاء الله. بعد ما قطعت البطاطس هقطع الجزر، واخر حاجة هنزل بها الكوسة. ما كانش عندي توم فريش هنا احطه في الشوربة، حطيت توم باودر واداني نفس التست بالظبط. بس وده كان الروتين الطويل الممل اللي انتوا طلبتوه مني. مش عارفة هكررها تاني ولا لا، فانتوا شجعوني بقى باللايكات يعني. بلاش تشاهدوا كده من غير لايكات يا اخواتي. ان شاء الله هعمل لكم قريب قوي تكنيك البيتزا اللي انا بقول لكم عليه تاني. وعلى فكرة المعجنات بحرها واسع جدا، ما تفتكريش ان انا ماشية بنظام معين في العجينة فخلاص همشي بكل حاجة بنفس الطريقة. بالعكس، المعجنات بحرها واسع جدا، ممكن تلعبي في اي حاجة اعظم. بس هقلب بقى كل الخضار مع بعض، وهنزل بالشوربة اخر حاجة. بس دي كانت اخر حاجة معايا في الفيديو، وهوريكم بقى شكل الاكل في الاخر. هسيبكم بقى مع الفيديو، ويا رب يعجبكم بقى الروتين النهاردة علشان انا تعبت فيه جدا بصراحة. يا رب يا رب، اتمنى كده ان هو يعجبكم. ونزلت بالكوسة بعد ما قطعتها، نزلت بالكوسة بعد ما قطعتها، وهقلبها مع الخضار. برضو زي ما انتوا عارفين عني ان انا لما بقلب حاجة لازم اقلب الحلة عليا، مش عارفة ليه. شايفين؟ نزلت برشة توم باودر وملح. ده التوم الباودر، معلقة كده حلوة، وهقلبها. بس انا برضو ما عملتش كمية كبيرة قوي، لان انتي لو اخدتي بطاطساية كبيرة وقطعتيها، اخدتي كوساية كبيرة، اخدتي جزراية، هتعملك برضو كمية حلوة يعني. بس وهنا بقى بزودها الشوربة، وكانت احلى شوية شوربة خضار بصراحة. اسيبكم بقى مع باقي الفيديو، شوفوا بقى الاكل للاخر كده معايا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة. تعبت فيه جدا، فشجعوني باللايك يا عيلتي، شجعوني عشان تعبت فيه قوي. اسيبكم بقى مع صينية الاكل اللي تفتح النفس كده، الاكل الصعيدي. واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. بعد ما قفلت الفيديو قلت لا والله هوريكم التفاصيل بنفسي. هنا بقى كنت نسيت اقول لكم ان انا بعد ما سلقت اللحمة حطيتها مع البامية،
وسبتها كده وشوربة الخضار بتستوي، وسبتها كده ايه، يعني اللحمة تاخد كده من طعم البامية كله، ياخد في قلب بعضه، تغلي مع بعضها يعني. بس وزودتها حبة شوربة كده وسبتها تغلي مع نفسها. انا هسيبكم بقى في اخر حتة في الفيديو ان شاء الله، هسيبكم تشوفوا بقى الصينية كده مع بعض. هنا بقى سبت اللحمة مع البامية، مع صلصة البامية التحفة. كان المفروض ان انا اعمل لها طشة بس ما عملتش بصراحة، كنت بقى تعبت خالص، اليوم كان طويل وكان في كذا حاجة فخلاص انا تعبت. هي لحد هنا طعمها تحفة. اشوف وشكوا على خير ومع السلامة.